الصراع الكبير على اليوتيوب الفترة الأخيرة ما بين الفيديوهات الطويلة والفيديوهات الشورتس. كتير من صناع المحتوى الفترة الأخيرة كانوا بيتساءلوا هل نشتغل على فيديوهات طويلة، هل نشتغل على فيديوهات قصيرة، هل نشتغل على الاتنين، وخصوصا مع الكلام الكتير اللي بيتقال عن الموضوع ده في 2026. في الفيديو ده انا هوضح الفرق ما بين الاتنين وهحطك على الطريق اللي يخليك بعد كده تقرر هل تعمل فيديوهات طويلة ولا تعمل فيديوهات قصيرة. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك ويلا نخش في الموضوع على طول. مبدئيا كده مفهوم الفيديو الطويل ده مش ادق حاجة، وده لان اليوتيوب مش بيصنف الفيديو على اساس مدة المقطع. بكل بساطة انت ممكن تعمل فيديو اقل من دقيقة بس تكون عامله بالابعاد العادية خالص اللي هو فيديو بالعرض، وهنا اليوتيوب هيحسبه ان هو فيديو عادي خالص مش هيدخله على الشورت فيد حتى ولو كان اقل من دقيقة. فهنا اليوتيوب بيحدد على اساس الابعاد سواء رأسي او افقي. بالنسبة بقى للفيديوهات الطويلة طريقة اليوتيوب واضحة وصريحة لتحديد نجاح الفيديو. اليوتيوب بيبدأ يبص على معدل النقر وعلى مدة المشاهدة، وعشان تقدر تجيب معدل نقر عالي حضرتك محتاج تعمل صورة مصغرة مظبوطة وعنوان كويس، ودي بتعتبر البوابة لا اكتر ولا اقل. يعني من الاخر الصورة المصغرة والعنوان هم اللي هيشدوا المشاهد ويدخلوه على الفيديو. كده دور معدل النقر او السي تي ار انتهى. نبدأ بقى في الدور الاهم وهو مدة المشاهدة. المشاهد بعد ما بيفتح الفيديو ويلاقي الكلام اللي فيه يهمه بجد بيبدأ يتفرج عليه، ومش مهم ان هو يكمله للاخر، على الاقل بيعدي نص الفيديو. لكن خلي بالك لو مشاهد خرج من الفيديو على طول ومتوسط مدة المشاهدة قليلة ساعتها اليوتيوب هيوقف انتشار الفيديو حتى لو معدل النقر بتاعك عالي. في فيديوهات كتير جدا معدل النقر بتاعها اكتر من 7 واكتر من 8 ومع ذلك ما بتجيبش مشاهدات، وده لان زي ما قلت متوسط مدة المشاهدة اهم بكتير من معدل النقر. بالنسبة بقى للفيديوهات الشورتس الموضوع مختلف تماما. اول ما بترفع الفيديو بينزل على الشورت فيد، وده معناه بكل بساطة لما حضرتك تيجي تقلب في الفيديوهات الشورتس كل ما تقلب كل ما يظهر قدامك فيديوهات. هنا اليوتيوب بيحط لك الفيديو ده قدرة واقتدار، لا تملك حرية الاختيار تماما. على عكس الفيديو الطويل المشاهد دخل على الفيديو بكامل ارادته وبكامل قواه العقليه، وده بيفسر لك ليه الفيديوهات الشورتس دايما مشاهداتها اكتر من الفيديوهات العاديه. الفيديو الشورت اول ما المشاهد يقلب ويظهر قدامه الفيديو بتاعك هنا قدامه كذا اختيار، يا اما يقلب على طول ما يديش نفسه اي فرصه ان هو يتفرج على الفيديو وما يتفرجش حتى على ثانيه او اتنين وساعتها اليوتيوب مش هيحسبها كمشاهده، او الحاله الثانيه ان المشاهد يتفرج على الفيديو اكتر من 3 ثواني عشان بس يبدا يفهم الفيديو ده بيتكلم عن ايه وهل يهمه فعلا ولا لا. لو اتفرج على 3 ثواني وقلب هنا اليوتيوب ادالك مشاهده لكن مده المشاهده قليله. الحاله الثالثه بقى ان المشاهد عجبه الفيديو وكمل للاخر، وهنا اليوتيوب يبدا يحتسب لك متوسط مده مشاهده. الفيديوهات الشورتس دلوقتي بقت محتاجه على الاقل 70% من الناس يتفرجوا على الفيديو وما يقلبوش، والنسبه ديت زادت الفتره الاخيره. كان قبل كده ممكن 50% 45% كان يبقى كافي جدا عشان الفيديو يجيب مشاهدات، لكن ده طبعا منطقي جدا. الفيديوهات الشورتس تحس ان عليها زحمه. قبل توغل الذكاء الاصطناعي كان اصلا الشورت فيد كان دايما مزدحم، كل دقيقة وكل ثانية في فيديوهات جديدة عمالة بتنزل، فاليوتيوب ما بقاش عارف يعرض ايه ولا ايه. لكن بقى بعد توغل الذكاء الاصطناعي وبعد ادوات الذكاء الاصطناعي اللي انضافت، انت دلوقتي تقدر تكريت فيديو بالذكاء الاصطناعي عن طريق اداة جيميناي داخل اليوتيوب، فده عمل زحمة اكتر واكتر. فطبيعي جدا وكان متوقع ان اليوتيوب يبدأ يصعب الشروط شوية. طيب خلينا نتكلم بقى عن المشتركين. الفيديوهات الطويلة معروف عنها ان المشتركين بتوعها قليلين شوية، لكن الميزة المشتركين عندهم ولاء كبير وبالفعل ممكن يستمروا معاك مدة كبيرة، يتفرجوا على فيديوهاتك، يتفاعلوا على الفيديو، تحس ان هم موجودين معاك على ارض الواقع. على عكس تماما الفيديوهات الشورتس. الفيديو الشورت ما شاء الله مشتركينه كتار وتحسهم كده بيجوا بسهولة، ما تعرفش بقى بيجوا ازاي. هل اليوتيوب بيعمل اشتراكات وهمية؟ هل بيجبر حسابات معينة تعمل اشتراكات بدون علمها؟ هل المشاهدين هم بيقلبوا كده بالغلط بيدوس على زرار الاشتراك؟ بجد انا مش فاهم. المشتركين اللي بيجولك من الفيديوهات الشورتس حتى لو كتير للاسف ما بتلاقيهمش. اولا المشتركين بتوع الفيديوهات القصيرة مش مهتمين بالمحتوى الطويل، فلما حضرتك تنزل فيديو طويل مش هيخشوا يتفرجوا عليه، وللاسف ده هيدي اشارة سلبية جدا للخوارزميات ويوصل لها ان المشاهدين مش عاجبهم الفيديو، فاليوتيوب هيوقف انتشار الفيديو ده، بل بالعكس هيوقف انتشار او وصول قناتك بالكامل. الانيل من كده كمان انهم حتى لو هم مهتمين بالمحتوى القصير فهم برضو بيبقى مختفيين على الفيديوهات اللي بتنزلها بعد كده. دلوقتي للاسف مع التحديثات الجديده اليوتيوب مخلي الفيديوهات القصيره
منفصله بحد ذاتها. كل فيديو انت بتنزله منفصل، ملوش علاقه خالص بالفيديوهات اللي انت منزلها قبل كده او اللي هتنزلها بعد كده. يعني حضرتك ممكن تنزل فيديو شورت النهارده يجيب 200 الف مشاهده ويجيب لك مشتركين كتير جدا، تيجي بكره تنزل فيديو شورت تاني تلاقيه جايب 300 400 مشاهده بالكتير. طب المشتركين اللي عندك اللي انت لسه جايبهم دول راحوا فين؟ ما تعرفش. هل بيهددوهم عشان يشتركوا؟ والله ما عارف. طب ليه ما بيدفعلوش على الفيديوهات؟ برضه انا مش عارف. طب باي منطق يبقى عندك 50 الف مشترك والفيديو الشورت بتاعك يجيب 1000 مشاهده بالكتير؟ طب المشتركين اللي عندك دول راحوا فين؟ الله اعلم. الميزه هنا هتكون لصالح الفيديوهات الطويله، وهي التراكم. حضرتك اول ما هتعمل فيديو طويل وربنا يكرمك والفيديو ده يفرقع معاك، هتلاحظ كده ان القناه كلها بدات تفوق. الفيديوهات القديمه بدا يجي لها مقترحات ومشاهدات من جديد، الفيديوهات اللي هتنزلها بعد كده هتلاقيها فايقه معاك. فالتراكم هنا ميزه كبيره قوي لصالح الفيديوهات الطويله. فالفيديو الطويل اللي انت عامله ده من الاخر كده انت عامله للزمن، حتى لو ما جابش المشاهدات دلوقتي اللي انت عاوزها، اول ما القناه بتاعتك تبدا تنجح الفيديو ده هيفضل شغال وهيفضل يجيب مشاهدات. ومن الوارد جدا الفيديوهات القديمه النايمه دي هتبقى هي السبب في الارباح اللي هتاخدها بعد كده. لكن الفيديو الشورت للاسف هو فيديو لحظي، يعني مجرد ما يجيب مشاهدات ويقف بيفضل واقف بعد كده. حتى مع التحديثات الجديده لليوتيوب اللي بدا يجبر المشاهد انه يستخدم الفيديوهات الشورتس ديت كفيديو بحثي، ان هو يخش يسرش على حاجه ويلاقي فيديو شورت ظهر قدامه، للاسف ده برضو مش هيبقى مصدر مشاهدات عالي قوي. لان من الاخر كده اللي عايز يخش يبحث عن حاجه بنفسه، عايز يدور على معلومه معينه، مش هيخش ياخدها من فيديو شورت. هو مش عايز فيديو طويل مليان رغي، بس برضو مش هيخش يتفرج على فيديو 30 ثانيه. وخصوصا للاسف في صناع محتوى كتير بيعملوا فيديوهات الشورت دي بتبقى حاجات فيك شويه، يشد مشاهد بس ما بيقولش معلومه، فالمشاهد كده عموما خد فكره عن الفيديوهات الشورت دي انها فيك او مش هياخد منها منفعه. مش معنى انك عملت فيديو ونجح يبقى الفيديوهات اللي بعد كده هتنجح بالتبعيه، وده للاسف هو اسلوب اليوتيوب الجديد، والله اعلم الايام الجايه هيبقى فيها ايه. طيب بالنسبه للارباح، الفيديوهات الطويله مطلوب من حضرتك تجيب 1000 مشترك و4000 ساعة مشاهدة. وطبعا ساعات المشاهدة دي عاملة ازمات لناس كتير جدا، بس ده لان المشاهدات لسه مش هي المطلوبة. خلي بالك انت ممكن من فيديو واحد بس يجيب مشاهدات عليها القيمة هتحقق الشرط ده بكل سهولة. مش موضوعنا دلوقتي. بالنسبة بقى لأرباح الفيديوهات الشورتس، حضرتك مطلوب منك تجيب 10 مليون مشاهدة. طبعا حضرتك لو حسبتها بالطريقة اللي ماشي بيها اللي هي 1000 و2000 مشاهدة، فانت كده محتاج الورثة يكملوا بعد منك المحتوى ده. طيب بفرض حضرتك حققت فعلا المشاهدات، وطبعا بعد عناء كبير، للأسف برضو الأرباح بتاعتها أقل بكتير من الفيديوهات العادية. ودايما هيبقى مطلوب منك باستمرار انك تحقق مشاهدات خرافية عشان بس تقدر تمسك فلوس. طب هل انا دلوقتي بقول لك سيب الفيديوهات الشورتس واتجه للفيديوهات الطويلة؟ لا بالعكس خالص. انا دلوقتي بوضح لك طريقه عمل اليوتيوب وطريقه التعامل بتاعته مع الفيديوهات الطويله والفيديوهات القصيره، عشان وانت شغال تبقى عارف كل حاجه بتشتغل ازاي. اللي انا عايز اقوله لك ان انت تعمل فيديوهات شورتس لو فعلا المحتوى بتاعك عايز محتوى شورت. يعني حضرتك عايز تطلع على سبيل المثال تقول معلومه في 30 او 40 ثانيه، ساعتها اعمل فيديو شورت عادي. لكن الفيديو ده بقى موجه خصيصا للناس اللي هي بتعمل فيديوهات طويله وللاسف بتتضايق جدا من ال 40 وال 50 مشاهده، وتقول لك لا يا عم انا اخش على الفيديوهات القصيره، انت بتجيب بال 2000 مشاهده. وطبعا قلنا قبل كده ان 2000 مشاهده كده الفيديو شورت، الفيديو بتاعك ده يعتبر ما اتشافش اصلا. انت محتاج على الاقل 20 او 30 الف مشاهده عشان تقول انك فعلا الفيديو ده اتشاف ونجح. فانت لو المحتوى بتاعك انت بتعمله فيديوهات طويله، ما تجبرش نفسك بالعافيه انك تعمل فيديو شورت عشان تفرح بس بالكام مشاهده دول، لان الكام مشاهده دول ولا حاجه في شروط الربح. المشتركين اللي هيجوا منهم مش بيدفعوا خالص، وللاسف هتوقع ريتش القناه بتاعتك. وبس كده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه رمضان. ما تنساش بقى اللايك والاشتراك وتدعمني بكومنت بسيط. سلام.